ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده عن مفهوم جديد الحقيقه عليا. سمعته من بنوته في ثانوي. بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي اصل احنا انا وفلان عاملين او داخلين في سيتويشن شيب. قلت لها ايه سيتويشن شيب دي؟ قالت لي emotions without commitment. احنا بنتبادل المشاعر بدون اي نوع من انواع الالتزام. يعني احنا مش ملتزمين ناحيه بعض باي حاجه، لكن بنتبادل المشاعر مع بعض. قلت لها طب وهو اساسا في سنكم ده حد يقدر فيكم يلتزم باي حاجه؟ يعني هل انت هتصدقي لو جه قال لك مثلا انا هتجوزك، او انت هتقولي له انا وانا عندي مثلا 24 23 سنه انا متاكده ان هكون لسه عايزاك وبحبك وعايزاك وهتجوزك؟ قالت لي لا. قلت لها امال ايه بقى الهبل ده؟ يعني ليه مسمينها سيتويشن شيب، وليه عاملين لها تعريف، وليه عاملين لها نوع من انواع يعني التقنين او الستاندردايزيشن، اذا كنا احنا عارفين ان هي العادي وان هو النورمال وان هو مش هيحصل غير كده اصلا؟ قالت لا، بس هو في ولاد بيقولوا للبنات والبنات بتقول للولاد ان احنا هنكمل مع بعض وان احنا هنكون مع بعض وي 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 وي. عدم وجود الالتزام ده بيخلي ان مفيش توقعات، وبالتالي محدش هيزعل من التاني، محدش مثلا هيبقى مترقب ان التاني تصرفاته عامله ازاي. قلت لها طيب لو انت مع الولد اللي هو في السيتويشن شيب ده وراح كلم بنت تانية او تبادل معاها المشاعر، هتعتبري ان ده ايه؟ قالت لي خلاص السيتويشن شيب وقف. قلت لها يعني مش هتعتبريه خاين؟ قالت لي لا. قلت لها ازاي يعني؟ يعني اذا كده انا معناه ايه؟ معناه ان انا بوافق على انه ولا حاجه، يعني ولا اي حاجه في اي حاجه يعني. انا مستسلمه تسليم اهالي زي ما بيقولوا. قلت لها انت عارفه اللي اكبر منك بشويه اللي بيطلعوا يتكلموا في التلفزيون والمذيعات تعيط عليهم ويتقال انها اتظلمت في العلاقه وانها كانت في علاقه توكسيك بقالها سنين وان فلان عمل فيها وعمل فيها وعمل فيها، عارفه بقى انها تستاهل اللي حصل فيها لانها دماغها زي دماغك كده؟ هي بتدي بلا مقابل، بتدي ولا حاجة، بتدي. يعني الولد وهو في العلاقة دي هو يعلم تماما ان هو لا بيفكر في جواز ولا قد الكلمة دي اصلا، وحتى لو عمل وعد فهو عارف ان الوعد ده 90% مش هيعرف يحققه، وان الهبلة هي اللي صدقته، وان لو جت اخته قالت له ده انا صاحبي ولا زميلي في الدرس قال لي انه هيتجوزك هيقول لها بيضحك عليكي. ده مش لانه الولد وحش والبنت كويسه والولد شرير والبنت طيبه، لا، لانه الولد هنا بيتصرف تصرف او بيفكر بطريقه منطقيه وواقعيه والبنت عايزه يضحك عليها بمزاجها. ما نرجعش نقول بقى نرجسي وتوكسيك وضيعت عمري ومعرفش ايه وايه، لا، ده احنا بنبقى عمالين نعمل له اللي هو عايزه بدون اي نوع من انواع الالتزام ولا المقابل، ونرجع في كده بعد كده نقول ده ظلمني. طبعا البنت دي في السيتويشن شيب اللي هي بتتكلم عنه ده، انا قلت لها لو هو راح كلم واحده تانية ولو كلم الواحده التانية دي كانت صاحبتك، فانت هتقولي عليه خاين وهتكرهي صاحبتك دي وهتزعلي منها. ولو ما عملتيش كده يبقى انت ما عندكيش مشاعر اساسا تديها لحد حبيبتك. مشاعر ايه اللي احنا بنتكلم فيها اذا كان احنا ما عندناش مشاعر اساسا؟ فاذا انا ليه عملت الفيديو ده؟ علشان بس نبقى بنسمع نفسنا واحنا بنتكلم وبنربط المسائل وبنشوفها بعد كام سنة بنعيط وبنقول وعمل فيا وسوى فيا وقعد وبهدلني. ما حضرتك اللي يا فندم غاوية بهدلة، ما حضرتك اللي بدأتي القصة دي، ما حضرتك اللي عملتي نفسك مش شايفة، مش شايفة الغلط ومش شايفة التجني ومش شايفة سوء الاستعمال والأبيوز، انت مش شايفاه، مش عايزة تشوفيه، مش عايزة تشوفيه. فسيتويشن شيب ده كلام فارغ و... 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 وناس حافظه مش فاهمه وبتقول اي كلام في اي كلام، وبنحول نفسنا لسلعه سواء ولد او بنت، وبنجرح مشاعرنا
وبنبهدلها. يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان في بنت تبقى بتحب وهي عندها 15 سنه وتتخطب وهي عندها 18، ما عنديش مشكله على فكره خالص، طالما هي شايفه ان ده بكامل قواها العقليه، وان هي عايزه تعيش التجربه دي تعيشها. هو احنا ما بنعملش حاجه حرام، تعيشها. هي من اول ما تبلغ وهي اهل لهذا الموضوع، ده كلام ربنا مش كلامي. فاذا احنا هنا دلوقتي، انا دلوقتي بقول انه انا بني ادمه عايزه اعيش مع الانسان ده، والله بعد كده بقى اتطلقت ولا ما حبيتش، فهو ربنا محلل الطلاق برضه، والدنيا تجارب وكل واحد بيتعلم من تجاربه. لكن دي تجربه ارتباط وجواز. لكن انا عشان ما اعملش تجربه ارتباط وجواز اصلها هتتطلق، فاقوم داخله بقى في سيتويشن شيب ومش عارفه فريند وذ بنفيت ومش عارفه، والكلام بقى اللي احنا بنسمعه ده، فريند اوف بنفيتس دي طبعا قديمه قوي. لكن يعني